هبوط حاد وانخفاض في أسعار الدواجن والبنيء اليوم بالأسواق. تعرف معنا. تحركت أسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق، ولكنها ما زالت تشهد انخفاضا ملحوظا، مما يكون فرصة للمستهلك، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة إلى 60 جنيه بعدما كان يسجل 75 جنيه منذ أسابيع قليلة. انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة، وصل سعرها إلى 60 جنيه بعدما وصل سعرها إلى 66 جنيه، أي انخفاض حوالي من 6 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيه. كما استقر أسعار الدواجن الأمهات إلى حوالي من 50 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيه. وانخفض سعر كيلو الدواجن الصاصو والفراخ الحمراء لتصل إلى 102 جنيه بعدما كان سعرها 108 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيه. بينما استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيه وللمستهلك 130 جنيه. كما انخفض سعر كيلو البني من 220 إلى 170 جنيه في بعض المحلات. سعر الأوراق من 70 إلى 85 جنيه. كيلو الأجنحة يتراوح من 50 إلى 60 جنيه. سعر زوج الحمام من 170 جنيه. استقر سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 100 جنيه جملة، لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيه بنحو 110 جنيهات تباع للمستهلك. كما انخفض سعر كيلو البيض الأبيض من 100 لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيه. كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 110 جنيهات جملة، وللمستهلك بنحو 125 جنيه. ونشكركم على حسن استماعكم، ولكم منا كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.